مساء السكر. بجد دي احلى طريقة للفراخ المحشية ممكن تجربوها. انا جربت طرق كتير جدا ووصفات كتير جدا، دي احلى طريقة واظبط بهارات واحلى تسوية. بجد الفراخ مش بس مستوية، الفراخ حرفيا دايبة والخضار دايب جدا، يعني هي مش محتاجة اي مجهود اصلا. شوفوا، فظيعة. بجد اللي مش هيجربها فايته كتير. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هبدأ بالرز. عندي شوية زيت، حطيت عليهم مكعب زبدة، وبعدين حطيت بصلاية كبيرة هشوحها وهسيبها لحد ما تتحمر خالص، وبعدين هنزل عليها بالكبد والقوانص وهسيبها تستوي مع نفسها. اول لما توصل للون ده وتوصل للسوا هقوم حط عليها البهارات بتاعتي، اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة بهار فراخ، معلقة صغيرة بابريكا، 4 فصوص حبهان، و4 حبات قرنفل، و2 مرقة دجاج، وعود قرفة، ونص معلقة صغيرة بهارات كبسة بتدي طعم ولون حلوين قوي للرز. وبزود المية وبغطي عليه. فظيع ومفلفل جدا. بسيبه لحد ما يكون 3/4 سوا بالمنظر ده. بجهزه وبسيبه يبرد شوية. نيجي بقى لتتبيلة الفراخ. اول حاجة بيكون عندي بصلتين وسط، وبيكون عندي طماطمتين صغيرين، وبيكون عندي معلقة كبيرة دبس رمان، وعندي 3 فصوص توم. البهارات عندي بتكون عبارة عن معلقة كبيرة بصل بودر، ومعلقة كبيرة توم بودر، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بهار فراخ، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ مشوية، وعندي رشة من ال7 بهارات، ومعلقة صغيرة روزماري، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، و3 حبات حبهان. بضرب الاول البصل والطماطم والثوم مع بعضهم في الكبة، وبعدين بضيف البهارات، وبضيف معلقة دبس الرمان، وبعدين بحط الملح، والملح على حسب الرغبة، وبضربهم كويس جدا. بتكون التتبيلة عندي باللون ده. ببدأ اغلف الفرخة بالتتبيلة من كل حتة، وهدخلها ما بين الجلد واللحم، وهدعكها كويس قوي. نيجي بقى للخضار اللي انا هحطه تحت الفراخ. عندي بصلاية كبيرة، وعندي جزراية وطماطماية وبطاطساية، وبعدين هحط معلقتين من التتبيلة بتاعة الفراخ اللي انا عملتها، وهغلف بيه الخضار كويس قوي، وهظبط الملح والفلفل الاسود. وده عندي معلقة صلصة دوبتها في شوية مية وحطيتهم معاها. وهنا بحشي الفرخة بتاعتي بالرز اللي انا عملته، بحشيها من بطنها، ومش بحشيها من فوق عشان ما تفرقعش، بحشيها من البطن ومن الجوانب بس. وبدخل الرجلين في الفتحة الموجودة هنا، وبعدين هجيب الخلة وهقفلها كويس، وهسيب الفراخ في التتبيله ساعتين اقل حاجه. لو عايزين تسيبوها قبلها بليله مفيش اي مشكله. وبعدين هطلعها احطها على الخضار اللي انا عملته. وهنا انا قفلتها بكيس حراري كان عندي. لو ما عندكوش كيس حراري ممكن نقفلها بورق زبده وعليها ورق فويل، ونقفلها كويس وندخلها الفرن على درجه حراره 200. بحطها 10 دقايق على ارضيه الفرن، وبعدين برفعها على الرف اللي في النص، وبسيبها بتقعد في الفرن تقريبا في حدود ساعه وربع، وبتكون استوت وجميله جدا. وبون ابيتي.